السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي اكل خفيف وسهل مع هدى. النهارده هعمل معاكم روتين سهل، روتين بسيط جدا، مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود. وهقولك برضو الروتين ده بينطبق على إيه. انا طبعا عملت لي كوبايه قهوه، قلت ابدا كده بكوبايه القهوه كده اول ما جيت من شغلي. قلت اعمل لي كوبايه قهوه كده تظبط دماغي. ده بن. باحب البني الفاتح محوج تحويجة خفيفة. الروتين بتاعي النهاردة هيبقى روتين للست العاملة، روتين للست اللي بتشتغل، فطبعا سايبة البيت طول اليوم وبتبقى جاية تعبانة ومش قادرة، وعايزة تعمل اللي وراها وعايزة تطبخ وعايزة تعمل أكل. فأنا هقولك على كام حاجة هتعمليهم من قبلها هيخففوا الضغط عليكي خالص، ومش هتطولي في المطبخ. وفي نفس الوقت هوريكوا شكل الحوض بتاعي بعد ما نضفته وغسلت كل المواعين اللي كانت فيه، وعملت الاكل وجهزت، وهوريكم شكل الاكل برضو بعد ما خلصت. كل ده ما خدش معايا وقت، بل بالعكس خلصت وفضلت قاعده ومسكت التليفون وايه وفكيت عن نفسي شويه. إيه، هقولك على كام حاجه كده تعمليها عشان تقدري تخلصي اللي وراكي. بس قبل اي حاجه، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه، وبرضو شاركوني الرأي. اللي بتشتغل بتيجي من شغلها بتعمل ايه، بتقف في المطبخ بتنجز ازاي. اكتبي ارائك برضو واكتبي طريقتك كده، وادينا برضو بنفيد بعضينا. إيه، النهارده انا هعمل طبخه كامله عباره عن رز بشعريه ولحمه مسلوقه مع الطبيخ، وهعمل لوبيا برضو في الصلصه، ومع طبق مخلل كده. وكانت اكله زي العسل والحمد لله. اليوم عدى بكل سلاسه وعدى كده ايه بمزاج رايق وبروقان. انا طبعا اول حاجه عملتها وبدات فيها، انا كنت عامله لحمه جبتها من اليوم اللي قبلها. إيه عشان ما تاخديش وقت، جبتها من اليوم اللي قبلها وسلقتها سلقتين على النار، ورحت طافيه عليها ومغطياها وسبتها لتاني يوم. ده طبعا بينجز معاكي في الوقت، يعني اللحمه لو بتاخد ساعه معاكي بالطريقه دي مش هتكمل نص ساعه، واللحمه استوت قبل ما اخلص الاكل كله. طبعا هي كده خلاص خدت لها غلوتين تاني، وهبتدي ان انا ايه هوطي عليها. طبعا انا حاطه كل المقادير بتاعتي بقى، التتبيله اللي هحطها عليها بصل، توم، فلفل اسمر، كمون، ورق لوري، البهارات بتاعت الشوربه. والاضافه اللي حطيتها بصراحه وخلت لي طعم الشوربه تحفه، جبت مكعبين مرقه بس باللحمه، بطعم اللحمه مش بطعم الفراخ. انا كده حطيتهم، طبعا انتي الملح بتحطيه في الاخر. انا حطيتهم وهغطي عليها بقى كده، وهوطي عليها واسيبها لحد اما ايه اما تكمل سواها على خير. إيه، واحط برضو ورقتين لوري برضو يدوها طعم كويس. انا بقى كده هنقلها على العين الصغيرة وهخش على ايه، على اللوبيا. يلا بينا نبدأ مع بعض. اللي عندها رأي، اللي عندها فكرة، اللي عندها طريقة حلوة تقدر تعبر عن رأيها بكل صراحة. إيه، انا جبت اللوبيا. وتاني حاجة بقى، اول حاجة اتكلمنا على اللحمة عشان ما تاخدش معاكي سوا. إيه، تاني حاجة اللوبيا، أنا كنت نقع اللوبيا من بالليل في المية. أول ما جيت من الشغل رحت مصفياها من مية النقع، ورحت معلقة عليها على النار وسلقتها. إيه تمام كده. إيه طبعا أنا كده علقت على العين الأولانية، حطيت الإيه البصلاية بتاعة اللوبيا، بشرتها ورحت حطها على النار. وفي العين التانية طبعا كل ده كانت اللحمة استوت وطفيت عليها. جبت الشعرية بتاعتي الجميلة دي ورحت حاطة معلقة سمنة، وحطيت معلقتين زيت صغيرين، وهشوح دلوقتي الشعرية عشان خاطر اخلصها على الرز. انا كده عملت حاجتين، انا خلصت اللحمة سلقتها، وعملت حاجتين تانيين، جبت الرز بالشعرية علقت عليه، والعين التانية كنت حاطة التقلية بتاعت اللوبيا. تمام، يعني عين هنا وعين هنا وانا شغالة والحمد لله. طبعا ده ما خدش معايا وقت خالص. كده انا بعمل الشعريه بتاعه الرز، وهشوحها كويس قوي، يعني هديها اللون الذهبي الجميل على النار. هسيبها برضو هدي عليها النار سيكه، وهقوم رايحه على اللوبيا. طبعا زي ما انتوا شايفين حطيت بصلايه بشرتها، وحطيت معلقه سمنه برضو معلقتين زيت، وهبتدي اقلب كده فيهم تقليبه حلوه لحد اما ايه اما تتقلب معايا كده وتتقلى معايا على النار، عشان خاطر ابتدي ان انا هشربها او هحط لها ايه
هضرب القوطة اجهزها، انا طبعا كنت مجهزة القوطة ضربوها كويس، وهعمل الطشة بتاعة اللوبيا. هي طشة، لا الطشة بتاعة الملوخية. هبتدي كده ان انا اقلي. طبعا انا حطيت سنة ملح وحطيت معلقة سكر صغيرة. إيه، بحب احط السكر يا جماعة، معلقة سكر مع التقلية بتديها طعم وبتكسر الحموضة بتاعة الطماطم وبتعمل توازن للطعم. جبت كيس صلصة كده صغير ورحت حطاه برضو عليها، وهبتدي ان انا اقلب واحط كده التسبيكة بتاعة الصلصة. يعني كده خلاص يعتبر ما خدتش وقت معايا. العين التانية انا حاطة الشعرية بس مهدية النار عليها. دي كده حطيت نص معلقة سكر، يعني دي معلقة كبيرة بس نصها، يعني بمعيار معلقة صغيرة. وهقلب كده. طبعا كنت حاطة بقى سنة ملح وحاطة سنة كمون وسنة فلفل أسمر. هقلب كده كويس. أنا إيديا شغالة في حلة الرز يعني، بس أنا مش مصوراها. إيديا الناحية التانية بقلب برضو الشعرية بتاعة الرز. طبعا الرز انتي غسلاه ومصفيه كويس. انا كنت ضاربه القوطه بقى مجهزاها برضو. القوطه حطيت قرنين فلفل حراق زي ما انتي عايزه، او قرن واحد مش عايزه تحطي براحتك. وضربت التوم برضو، حطيت التوم في القوطه وهي بتتضرب في الخلاط. يعني انتي الصلصه حطيتي قرن فلفل حراق، حطيتي فصين توم في القوطه وضربتيهم. تمام كده انا خلصت كده الصلصه بتاعت اللوبيا. وبصوا لون الشعرية بقى دخل اللون الذهبي الجميل. كده انا ركنت الصلصة بتاعت اللوبيا على جنب، سبتها تتسبك براحتها. وكملت تشويح في الشعرية بتاعت الرز. هخلصها برضو هنزل عليها بالرز. والموضوع مش هياخد معاكي وقت خالص. طبعا انتوا عارفين، كلكم عارفين طريقة الرز بتتعمل ازاي، فاحنا نتكلم مع بعض شوية. إيه اول حاجة انا عملتها عشان انجز في الوقت، اللي هي بتشتغل وعايز تنجز في الوقت. وده برضو لو انتي مش شغالة تقدري تعملي الكام تكة اللي انا عملتهم دول. إيه، تقدري تسلقي اللحمة من بالليل. يا دوبك تاخد غلوتين وتغطي عليها وما تحطيش عليها اي حاجة خالص. تغطي عليها وتسيبيها لتاني يوم. تبتدي ان انتي تكملي سواها. دي كانت اول تكة بالنسبة للحمة. تاني تكة ان انا نقعت اللوبيا من بالليل برضو في التلاجة وسبتها. وتاني يوم صفيتها ورحت غلياها. وبرضو ما خدتش معايا سوا. تالت حاجة طبعا انا في وسطي وانا بعمل ده انا حاطة عين على النار عليها الرز، وحاطة عين التانية عليها اللوبيا. طبعا ده كله كانت اللحمة بتاعتي استوت واتسلقت وكانت في منتهى الجمال. بس انا برضو عشان ما اطولش برضو فيها بعض حاجات انا ما جبتهاش. طبعا انا في الوقت اللي انا بقلب فيه ايديا مشغولة فيه ما بقدرش ان انا اسيب الحاجة. لكن انا مجرد ما خلصت الطبيخ رحت واخده على بال ما اكمل بقى سواه. رحت داخله على الحوض بتاعي وانا واقفه في المطبخ وغسلت المواعين ونضفته. وهوريكم شكله بعد ما شطبته. بس اهم حاجه خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر. يبقى احنا كده استفدنا بالوقت بايه؟ ان احنا سلقنا الحاجه من بالليل ونقعنا الحاجه من بالليل. وتاني يوم ما خدتش معانا وقت في السوا خالص. طبعا انتي بتيجي تعبانه ومش قادرة وبتبقى نفسك ان انتي تنامي وترتاحي. بس صدقيني انتي بعض حاجات لو حضرتيها من اليوم اللي قبلها بتخفف عليكي الضغط في اليوم اللي انتي هتكملي فيه الاكل بتاعك. انا كده خلاص خلصت الرز. طبعا كنت غسلاه وصفيته كويس وابتديت ان انا اخلصه كده والحمد لله شربته. حطيت 3/4 ميه والربع الباقي حطيته شوربه. كان مدي له طعم حلو قوي. انا بحب اسقي الرز كده. لو في شوربه انا بحب بدخل الشوربه مع الميه بتاعه الرز. ما بحبش ولا احط كله ميه ولا احط كله شوربه. لازم اعمل توازن ما بين الحاجتين عشان خاطر نتيجه التسويه تطلع مظبوطه معايا. طبعا انتي بقى بتسلقي بتظبطي الملح بتاعك وبتحطيه على نار عالية طبعا بيستوي. وأول ما يتشرب تبتدي ان انتي تحطيه على عين صغننة خالص شمعة زي ما بيقولوا. او تحطي الشياطة برضو والنار واطية. وتسيبيه يكمل سوا براحته. انا كده خلصت الرز. تمام. هنخش بقى تاني على الصلصة بتاعة اللوبيا. هي كده بصوا ما شاء الله. بصوا اللون والتسبيكة ريحتها كانت قلب الشقة. انا هبتدي ان انا هحط اللوبيا بقى كده. طبعا مش هسيبها ان هي تغلي الاول. هي كده اوريدي اللوبيا خلاص استوت. يعني هي كده مستويه. هي اللي انا عايزاه ان هي تاخد طعم الصلصه بقى واللحمه وتتسبك مع بعضيها.
فأنا هابتدي إن أنا اللحمة طبعًا استوت، فهابتدي بقى إن أنا هاضيفها في الطبيخ بتاعي، هاحط كبشتين كده شوربة من بتاعة اللحمة، وابتدي إن أنا هانزّل اللحمة برضه معاها يستوي كلّه في قلب بعضه، الشوربة بقى اللحمة تشرب من طعم الصلصة، وفي نفس الوقت طعم اللوبيا يتعزّز باللحمة وبالشوربة. لو عندِك مكعب مرقة لحمة تقدري تحطيه هيدّيها طعم حلو. أنا كده بانزّل اللحمة، هابتدي بقى إن أنا أنزّل اللحمة بتاعتي كلّها في الشوربة، وهاسيبها بقى وأهدّي عليها النار واسيبها تاخد وتدّي مع بعضيها. طبعًا أنا عارفة إن في ستات كتيرة جدًا شغّالة الفترة دي، طبعًا عشان خاطر الظروف اللي إحنا بقينا فيها وارتفاع الأسعار، فطبيعي إن في ستات كتيرة جدًا اتجبرت إن هي تنزل تشتغل عشان تساهم وتساعد في بيتها، وده مش عيب ولا حرام طالما شغالين بما يرضي الله، وطالما شايفين أمور بيتنا، وطالما بنعمل توازن ما بين الشغل وما بين بيتنا، لازمًا يعني نحاول إن إحنا مش عيب إن إحنا نستحمل، مش عيب إن إحنا نيجي على نفسنا عشان خاطر نعيّش ولادنا عيشة كويسة. طبعًا اللي بتشتغل برضه تقول لي رأيها وتكتب لي رأيها، وتقول لي برضه هل ده صح والّا غلط، وإن أدينا برضه بنشارك بعض بالرأي. أنا حطيت اللحمة بتاعتي كلّها وعلى النار هادية بقى وسِبتها لحد أمّا خلصت خالص، طبعًا أنا كده خلاص فنِّشت كده التفنيش الأخير على الأكل بتاعي، اللحمة الحمد لله استوت مع يعني اللوبيا وكلّه مع بعضه، الرز برضه الحمد لله استوى كده تمام. خلّيكم معايا هاورّيكم شكل الحوض، هاورّيكم شكل الحوض بتاعي الجميل بعد أمّا استوى. آآ بعد أمّا اتشطّب. تمام كده أنا خلّصت الحمد لله رب العالمين. هو في زلزال حصل والّا إيه؟ هو في زلزال في الكاميرا. وده كده شكل الحوض بتاعي بعد أمّا خلّصته، بُصّوا شكله بقى جميل إزاي، حلو أوي وهو نضيف. في حاجة أنا عايزة أسأل بس عليها، اللي حصل معاه الموقف ده، المشكلة في الحوض عندي أنا كان عندي مَيّة نار أو فاصل تقريبًا جِه على الحوض وعمل لي حِتَت سودا، أنا يعني ده داخل دلوقتي على سَنة، مش راضي يروح خالص، مش راضي يروح خالص، طبعًا هو مضايقني بمنظره، فاللي عنده حَل للمشكلة دي ممكن يكتب لي ويقول لي هو عمل إيه أو لو حد حصل معاه كده، لإني بجد متضايقة أوي، لإني بُصّوا في نقط سودا كده وخطوط سودا مش راضية تروح خالص من الحوض. ده كده شكل الحوض بتاعي بعد ما نضّفته وشطّبت المواعين، طبعًا أنا كنت مخلّصة كل حاجة الحمد لله، خلّصت خالص وقدّمت بقى الأكل بتاعي، وده كده كان شكل الأكل بعد ما خلّصته. يا رب الفيديو يعجبكم، اللي بتشتغل تكتب لي برضه في تعليق حلو كده تقول لي هي بتعمل إيه، أو برضه تقول لي الحاجات البسيطة اللي بتسهّل عليها الأمور، وأدينا بنشارك بعض وربنا يعيننا جميعًا. وشكرًا ليكم لمتابعتكم، واللي عجبه الفيديو اعملي لايك واشتراك للقناة. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.